عندك عذر موقّفك، حاسس إن ظروفك مكتّفاك؟ هاحكي لك النهارده عن بطل كان عنده عذر شرعي يخلّيه يرتاح لكنه رفض الراحة، وأصَرّ إنه يزاحم الأبطال وبرجل واحدة. الصحابي عمرو بن الجموح، راجل كبير في السن وعنده عرق شديد في رجله. في غزوة أحد أولاده ال4 الأبطال حاولوا يمنعوه وقالوا له: "يا أبي ربنا إدّاك عذر، ارتاح وإحنا هنسِد مكانك." بس عمرو رضي الله عنه اللي قلبه مليان يقين رفض تمامًا، وراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: "يا رسول الله أولادي بيمنعوني ووالله إني باطمع أمشي بعرجتي دي في الجنة." تخيلوا معايا، هو مش بيدوّر على نصر دنيوي، هو عنده يقين إن عرجته اللي تعباه دي هتدخّله الجنة وهيمشي بيها سليم. النبي صلى الله عليه وسلم لمّا شاف صدقه قال لأولاده: "سيبوه لعل الله يرزقه الشهادة." وفعلًا نزل المعركة بقلب أسد، وفي عز المعركة كان عمرو رضي الله عنه بيجري برجله العرجاء وبينادي: "أنا مشتاق للجنة." لحد ما استشهد بعد المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا بجملة تزلزل القلب وقال: "والله كأني شايفه بيمشي في الجنة بعرجته دي بس سليمة." تخيل رجله اللي تعبته في الدنيا دي بقت بتجري في الجنة بفضل صدقه بعد رحمة ربنا. الخلاصة يا صديقي، ربنا ما بيطلبش منك الكمال، ربنا بيطلب منك الصدق. عذرك سواء كان مرض أو فقر أو ضيق وقت ممكن يبقى هو بوابتك للجنة لو استغليته صح. ما تخليش نقصك يعطلك، خلي يقينك يكملك. ودي كانت حكاية يقين بطلها سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه. ولو وصلت معانا لغاية هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير عشان نستمر.